هل حسم المغرب مباراته أمام مصر بهدف غير شرعي؟ جمال الشريف يوضح: حصد منتخب المغرب لكرة القدم الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة الفرنسية باريس، إثر انتصاره اليوم الخميس على منتخب مصر بنتيجة عريضة 60 في اللقاء الذي أقيم في ملعب لابوغوار بمدينة نانت. ورافق الجدل الهدف الثاني لمنتخب المغرب في هذه المباراة، باعتبار أنه كان حاسماً بشكل كبير في تحديد اسم المنتصر وصاحب الميدالية العربية الأولى في كرة القدم بالأولمبياد، إذ ظهر كأنه كان مسبوقاً بتسلل قبل تمرير الكرة إلى سفيان رحيمي، الذي أمن تقدم منتخب المغرب في المباراة الترتيبية. وقد اعتبر خبير التحكيم جمال الشريف أن قرار الحكم باحتساب الهدف كان سليماً، ومن ثم لا يوجد تسلل عند تمرير الكرة. وقال الحكم الدولي السابق عن الحالة الحاسمة: في الدقيقة 26 حصل منتخب المغرب على ركنية نفذها أشرف حكيمي إلى زميله أمير ريتشاردسون، وطبعاً لا يوجد تسلل عند تنفيذ الركنية. وتعرض ريتشاردسون إلى الضغط من اللاعب المصري محمود صابر ليجبره على إعادة الكرة إلى حكيمي، الذي كان في لحظة تمرير الكرة إليه في موقف صحيح لا تسلل فيه، لأن محمود صابر كان الأقرب لخط مرماه من خلال قدمه اليمنى من أشرف حكيمي عند تمرير الكرة إليه من ريتشاردسون. وتابع الشريف شرح الحالة: استمر اللعب، ومرر حكيمي الكرة بعد أن سيطر عليها إلى الزلزولي الذي تسرب ومرر إلى رحيمي الذي سجل هدفنا، وقد كان قرار الحكم المساعد صحيحا عندما لم يعلن التسلل، كما أن حجرة الفار أكدت لاحقا قرار الحكم، ومن ثم فإن الهدف كان سليما. وأكد جمال الشريف أن الحكم أصاب بإلغاء الهدف المصري، وقال: في الدقيقة 70 ألغى الحكم هدفنا مصريا سجله اللاعب أحمد نبيل كوكا، إذ طلب اللاعب المصري محمد النني من الحكم أن يبتعد لاعبو منتخب المغرب المسافة القانونية، فطلب الحكم منهم عدم التنفيذ إلا بعد أن يطلق صافرته، ومن ثم أصبح الأمر إلزاميا، خاصة أن الحالة قريبة من منطقة الجزاء، كما أن لاعبي مصر لم يسرعوا عملية التنفيذ، أي خلال الثواني المباشرة لإعلان المخالفة خلال 3 أو 4 ثوان، ولكن عندما تحدث الحكم مع النني كانت هناك 15 ثانية قد مرت على احتساب المخالفة. وتابع الشريف: وبعد ذلك تحرك الحكم ليأخذ مكانه الصحيح، وباغت أحمد نبيل الجميع، ونفذ الكرة في غفلة من الجميع محرزا هدفنا، وكان الزمن 33 ثانية بعد إعلان المخالفة، ومن ثم ليس له الحق بتسريع اللعب في هذه اللحظة، كما أن الكرة كانت قريبة من منطقة الجزاء، ولاعب مصر طلبوا من الحكم إعادة لاعب المغرب المسافة القانونية، كما أن الحكم طلب منهم عدم التنفيذ إلا بعد صافرة منه، إضافة إلى أن الحكم كان يتحرك عند تنفيذ المخالفة، ولم يجر التقيد بقرار الحكم، ولهذا فإن قرار الحكم كان صحيحا بإعادة تنفيذ المخالفة.